باشمهندس فادي، مساء الخير. اهلا بيك. الاول عرفنا بنفسك. انا فادي جورج، خبره اكتر من 6 سنين في مجال الديجيتال ماركتنج والبرفورمانس بشكل عام. اشتغلت كتير جدا في السوق الخليجي، في الجي سي سي بشكل عام، منهم الكويت والسعوديه وكمان الامارات. طبعا مش هننسى السوق المصري، اشتغلت فيه اكتر من 3 سنين برفورمانس وميديا باينج، وحاليا بفوكس اكتر على البرفورمانس بشكل عام في اوروبا. بقالنا قد ايه مع جينيو؟ انا مع جينيو انستراكتور بقالي تقريبا سنه ونص. احنا خدنا فيهم اكتر من 6 راوند، دربنا فيهم تقريبا اكتر من 200 طالب. في جزء كبير جدا منهم طلع قوم البيزنس بتاعه از بزنس اونر، وكمان جزء تاني بدا يشتغل في الديجيتال ماركتنج، منهم الكونتنت كرييتورز ومنهم الميديا بايرز وكمان السوشيال ميديا سبيشالست. تمام. الخبره بتاعتك بقى مع جينيو، ايه اكتر حاجه الطالب اللي بيدور على ماركتنج او اللي عايز يدرس ماركتنج او ميديا باينج او كونتنت كرييشن، يعني ايه اكتر حاجه الطالب بيقابلها فيها صعوبه وازاي يحل حاجه زي كده؟ يمكن اكتر حاجه انا بشوفها وسط الطلاب التدريب العملي، مش بس كلام نظري، مش بس الانستراكتور اللي قدامه يبدا يديله كونتنت في كونتنت في كونتنت. لا، في الماركتنج بالذات لازم يجرب بايده، لازم ينزل يشتغل على بروجكت حقيقي، لازم ياخد كلاينت بريف كامل ويبدا ان هو يطبقه من اي تو زد. ويمكن المعادله الصعبه دي عملتها جينيو كمان بقت بعد كل راوند هي بتاهل بعض من الطلاب اللي كانت في الراوند دي لانترنشيب، يبداوا ان هم يشتغلوا في شركات حقيقيه ويبداوا ان هم يطبقوا كل اللي هم خدوه في الكورس بشكل عملي حقيقي مع كلاينت حقيقي. طيب، خليني انا اقوم بدور الطالب دلوقتي. ايه اللي يخليني اجي اخد كورس في مكان محدد واختاره مش المكان التاني؟ يعني ايه اللي يخليني افرق بين مكان والتاني؟ ايه اللي يميز مكان عن التاني في الكورس؟ وايه الحاجه اللي انا ادور عليها؟ خليني اجاوبك بكل بساطه. تمام، يمكن احنا لو هنتكلم في عده عوامل، اهمهم العامل قيمه مقابل سعر. احنا هنا في جينيو تقريبا الكورس بسعر رمزي جدا مقابل الماتيريال اللي احنا بناخدها. اوكي، احنا مش بس بنشرح ماركتنج، احنا بنشرح ديجيتال ماركتنج بشكل عام، احنا بنشرح كونتنت كرييشن، بنشرح ميديا باينج، بنشرح ماركتنج استراتيجي وماركتنج بلان، وكمان ازاي تحلل المنافسين وتطلع باقصى استفاده ممكنه من المنافسين بتوعك. احنا بنتكلم كمان في توبيك مختلف وهو الاس اي او، مش اي حد بيشرح كل الديتيلز دي في كورس واحد. بجانب لو جينا قارنا السعر اللي جينيو حطاه مقابل الكونتنت ده، احنا بنتكلم في سعر رمزي جدا. دي بوينت مهمه جدا جدا، لازم الناس تبدا تحطها في الاعتبار. طيب، انا ميديا باينج واخدت الكورس وعايز ابدا اشتغل، اعمل ايه؟ خلينا نتفق اتفاق دايما، الميديا باير لازم يكون عنده سلاحه هو البورتفوليو بتاعه. انا كبزنس اونر النهارده او كايجنسي مش هقدر اشغلك واديك فلوس، اقول لك خد فلوس ابدا اصرفها لي، غير لما اشوف سابقه من الاعمال بتاعتك. اوكي، احنا في الكورس بتاع جينيو بنبدا اننا نسبورت معاك انك تعمل بورتفوليو، لانك اوريدي بتشتغل على مشاريع حقيقيه وسط البروجكت اللي احنا بنعمله في نهايه السيشن وكمان وسط الكورس. فكل الكلام ده بتبدا تحطه في البورتفوليو بتاعك، ده مهم جدا جدا جدا. تبدا تشتغل في مواقع العمل الحر، فريلانس، اب وورك، فريلانس مستقل، ممكن 5 مواقع عربيه. اوكي، فيسبوك عليه جروبس كتيره جدا، في ناس عندها نيد. دايما هتلاقي في جاب في الحته بتاعه الماركتنج. لحد النهارده مفيش للاسف حد شاطر كفايه. تمام، لو دخلت على لينكد ان هتلاقي كميه هايرنج ميديا بايرز، ماركتنج سبيشالست، كونتنت سبيشالست. في جاب في الحته دي. المميز اللي بيبقى شاطر بجد، بيذاكر بجد، مش بيطبش، سوري، هو مش داخل عشوائي. طيب، انا دلوقتي اخدت الكورس، انا باخد كورس ماركتنج او ديجيتال ماركتنج. هل لازم اخرج من الكورس ده اشتغل ميديا باينج، ولا انا ينفع اخرج من الكورس ده اشتغل او اتجه اتجاه الكونتنت او اتجه اتجاه الاس اي او او اتجاه السوشيال ميديا سبيشالست؟ يعني هل الكورس ده هو كورس ماركتنج عشان يخرجني ميديا باينج، ولا عشان اختار انا المجال بتاعي؟ اوكي، خليني اقول لك بكل بساطه. السؤال ده مهم جدا، ودايما اول ما حد بيبدا يدخل يتعلم ماركتنج، انا عايز اطلع ايه؟ عايز تطلع ايه دي انت اللي بتستكشف ده في الكورس. يعني احنا المميز عندنا في الكورس ان احنا بنبدا نعلمك كل حاجه، احنا بنديك البيزك بتاع كل حاجه. ومش بس البيزك، احنا وسط السيشنز بندي حاجات ادفانسد جدا، في كورسات كتيره جدا اصلا مش بتتكلم فيها. اوكي، انت اللي بتبدا تستكشف نفسك وسط الكورس، بتلاقي نفسك بتعمل كونتنت بلان وكونتنت كالندر، وحسيت ان انت عملت حاجه جباره. انا حتتي الكونتنت، انا حتتي الافكار، الكرييشن. ممكن تبدا ان انت تتعلم ميديا باينج، تحب الارقام، تحب الداشبورد، تبدا تعمل اناليسيس، داتا اناليسيس. كل الديتيلز دي بنبدا نتعلمها على حسب انت بتحب ايه. اوكي، انت كده كده بتاخد كل البيز البرنسبلز من الاخر، مبادئ كل حاجه في الماركتنج. اوكي، بتبدا تتعلم كل البيز دي معانا، وبالتالي بتبدا ان انت تجرب بايدك وتشوف ايه احسن حاجه انت حاببها علشان تبدا تجوين فيها وتركز فيها وتحط الفول بار فيها. بالظبط، يعني هي الفكره اللي احنا عايزين نقولها برضو، ان احنا مش هتخرج من الكورس انت خلاص احنا هنقول لك تشتغل ايه. لا، انت
بتخرج من الكورس ده عندك الانفورميشن في كذا فيلد، انت اختار الفيلد اللي مناسب ليك. مظبوط. يعني كنا عملنا في جينيو برضو محاضره تعريفيه كده، كل واحد ازاي يختار الحاجه اللي هو حاببها والحاجه اللي هو شايف ان هو ينفع فيها من خلال المقومات بتاعته. فمعنى كده ان احنا في الكورس احنا بنخرج حد فاهم ماركتنج، يس لكن مش بنخرج حد يشتغل حاجه معينه. بالظبط. فبالتالي الكونتنت كرييشن الكورس ده مفيد ليه، حد عايز يدخل الاس اي او الكورس ده مفيد ليه، حد عايز يطلع ميديا باينج الكورس ده مفيد ليه. خليني بقى اخدك في حته الكونتنت شويه، ايه اللي يخليني جامد في الكونتنت؟ بص خليني اقول لك حاجه، الكونتنت هو مش محتاج حزق. بمعنى ايه؟ مش محتاج ان انت تبدا تمسك دماغك تعصرها علشان تطلع فكره معينه. الكونتنت دايما انا اول حاجه بقولها في السيشن بتاعتي، اقرا كويس جدا. علشان تقدر تطلع افكار كويسه لازم اول حاجه تذاكر الكلاينت بتاعك كويس قوي. اول ستيب لازم دايما تبدا تشتغل عليها وهي ايه؟ انك تقرا كويس جدا جدا جدا، تذاكر الكلاينت بتاعك كويس قوي، تبدا تشوف المنافسين. دايما انا ما بقولش اسرق من المنافسين قد ما بقول اقتبس من المنافسين. باي ذا واي انت ممكن تبدا ان انت تشوف ريفرنس اجنبي على سايتس كتيره جدا، اوكي، تبدا تفتح افكار عمرك في حياتك ما كنت هتقدر تجيبها لوحدك. فدايما حاول على قد ما تقدر تشوف ريفرنس من بره، تقرا كتير جدا في الاندستري اللي انت شغال عليها. القراءه هي اللي هتبدا تفتح دماغك علشان تبدا تطلع الفكره بشكل كويس. طب الحته بقى اللي الكل بيتلخبط فيها، الكونتنت كريتور والكوبي رايتر، دايما بيحصل لغط في الحته دي. هل الاثنين شخص واحد ولا ده شخص وده شخص تاني؟ بص في الايجنسيز الصغيره الاثنين هم فعليا شخص واحد، بس في البيج نيمز او الشركات الانترناشونال والكبيره بيبقى في حد اسمه ريل كريتور وكونتنت كريتور. هو بس شغلانته الاساسيه ان هو بيطلع الفكره، هو اللي بيخلق الفكره، اوكي. الكونتنت كريتور مثلا اما بنشوف الاعلانات الكبيره، الشركات الكبيره اللي موجوده، هو اللي بيبدا يحكي الفكره، انا عايز الاعلان ده يدور حوالين ايه، اوكي. ده في الشركات الكبيره. الكوبي رايتر هنا هو اللي بيكتب السكريبت اللي بيقوم عليه الاعلان. يعني هو بياخد الفكره من الكونتنت كريتور، يبدا ان هو ينقل ده على اساس سكريبت مكتوب الناس تبدا تنفذه. ده في الشركات الكبيره. في البيج نيمز سوري في السمول بزنس او الستارت ابس بشكل عام، ده بيبقى ده الاثنين بيبقوا واحد. واحنا هنا في جينيو برضو نعرف الطلبه ازاي يعملوا كونتنت وازاي يحولوا الكونتنت بتاعهم لسكريبت مكتوب بالسيكونس اللي المفروض نمشي عليها، اللي هي الهوك بادي كول تو اكشن. بنعرفهم الفرق بين كل هوك والتاني. مظبوط. نيجي بقى للحته اللي الطلبه كلهم او كل الناس اللي بتسمع عن الديجيتال ماركتنج بتجري عليها، الميديا باير. ميديا باير 40000 جنيه و50000 جنيه و70000 جنيه و90000 جنيه، والناس بتوصل ل 200000 جنيه في الشهر. فالناس كلها عايزه توصل الارقام دي. لما بتيجي تقول لهم لا ايه ده، مفيش الارقام دي في البدايه، بيبدا يحصل له احباط. اوكي. فاول سؤال، هل في ميديا بايرز بيوصلوا فعلا للارقام دي؟ طيب خليني اجاوبك بكل بساطه. فعليا في ناس في السوق بتوصل للارقام دي وبكل سهوله. وباي ذا واي مش شرط يكون تنين مجنح. يعني ايه؟ يعني مش شرط يكون مثلا اكسبيرينس 15 سنه في السوق. بالعكس، دايما الميديا باير الشاطر هو اللي بيعمل بذكاء، بيستغل الكلاينت اللي قدامه اقصى استفاده، تمام، وبيعرف يجيب سيلز، يبيع. خليني اتفق معاك اتفاق، دايما لو انت بزنس اونر عمرك ما هتبخل على الميديا باير اللي شغال معاك، اوكي، ان انت تديله كوميشن من السيلز. فالنهارده انت تقريبا لو بزنس اونر بتدخل 3 مليون في الشهر، 4 مليون في الشهر، وباي ذا واي دي ارقام مش هقول انها عاديه ومش هقول انها ارقام دلوقتي بالظبط، مش هقول انها ارقام يعني اللي هو العاديه واي حد يجيبها، لا، بس اللي هو فاهم كويس قوي ميديا باينج، فاهم بيرفورمانس بشكل عام، معاه انجلز للكونتنت كتيره جدا، اوكي، هيقدر يجيب الارقام دي بكل سهوله. ومعاك ستوك كويس قوي، اوكي، هتقدر تجيب الارقام دي. انت النهارده الكوميشن بتاعك سي لو 2% من 3 مليون، فانت بتعمل رقم كويس جدا غير الفيكسد اللي انت اوريدي بتاخده. خلينا بقى نروح في حته ثانيه. احنا عرفنا ان دلوقتي الميديا باير سهل يعمل الارقام دي، بس طبعا بتبقى محتاجه في الاول ان انت تشتغل على نفسك. ما ينفعش اوصل للارقام دي بسرعه الا لما ابقى بشتغل على نفسي. محدش هيجي يغامر معايا يقول لي يلا احنا هنعمل كامبين البادجت بتاعتها 2 3 مليون وانت لسه اصلا بتستارت، مظبوط، لسه ما فيش اي اكسبيرينس عندك، مظبوط. فانا مش هغامر معاك. فبالتالي الكامبين هي اللي لما سعرها بيكبر الكوميشن بتاعي او الفلوس اللي انا هاخدها كميديا باير هي اللي هتكبر. فلازم يكون عندي اكسبيرينس. فدي حته حلوه قوي. في حته ثانيه ناس كتير قوي بتقع منها. هل الميديا باير لازم يكون بيفهم في الارقام ولا ينفع يكون في الماس واقع؟ بص خليني اقول لك الموضوع بكل بساطه. هو لازم يكون فاهم في الارقام ولازم يكون بيعرف يقرا الارقام، تمام. مش شرط في الماس، يعني مش شرط تكون شاطر في الماثيماتكس او الحسابات، لا، كده كده الداشبورد اوريدي هي بتقول لك كل الارقام، هي اللي بتحسبها لك، بس انت لازم تعرف تقرا الارقام علشان تقدر تطلع فين المشكله. يعني سي احنا عندنا مترك مهم جدا في الداشبورد في اغلب يعني اغلب البلاتفورم،
وهو السي تي ار، كليكس ثرو ريت. الكليكس ثرو ريت هو اهم مترك بنبدا نقيس منه حاجات كتيره قوي. اول حاجه الكونتنت بتاعي كاتشي ولا لا، تاني حاجه الاودينس او الباير بيرسونا اللي انا حاططها في الاد سيت بتاعتي هي مظبوطه ولا لا، هل هو ده الجمهور اللي انا عايزه، هل هي دي الاودينس اللي انا بدور عليها. فبالتالي السي تي ار بتاعي اول ما بيعلى اعرف ان الكامبين بتاعتي عدد الكليكس عليها عالي، فبالتالي الكامبين دي بشكل عام هي كامبين ناجحه. لازم ابدا احلل الارقام بالمنظر ده، اعرف اقدر ارقام علشان اقدر اطلع نتيجه حقيقيه واضحه ملموسه. طيب برضو من الحاجات اللي شائعه قوي، الميديا باير عشان يتعلم صح لازم يعرف يستهدف صح. فهل موضوع التارجتنج بقى، عشان ده عامل مشكله كبيره جدا، الناس متخيله ان الميديا باير هو يعرف يدخل في التارجت في الاودينس، يكتب التارجت بتاعه والانترست والديموغرافي ويكتب الكلام ده كله. هل الموضوع ده صح ولا دلوقتي بقت الدنيا ماشيه ازاي؟ بص خلينا نتفق اتفاق كده كده كل البلاتفورم دلوقتي بتتجه للاي اي. يعني مثلا زي كان في ابديت من فتره اندروميدا بتاع ميتا، اوكي، ابديت مشهور جدا بيقول لك ما تعملش اي حاجه، ما تحطليش اي انترست، ما تدينيش اي ديتيل تارجت، سيبني اروح بالاي اي. تمام. ولحد النهارده باي ذا واي في كامبينز جايبه ارقام وهي وسيلز جباره، وهي برود، هي شغاله ادفانتج بلس، بالظبط. هي اصلا ما فيهاش اي تارجتنج. اوكي، بس ستيل خليني اديك القاعده الاساسيه او القاعده الذهبيه. دايما لو الاد اكونت بتاعك لسه جديد، ما صرفتش فيه فلوس، العميل ده لسه ما اشتغلش اصلا او لسه ما نزلش على الارض، اوعى تشتغل بالاي اي. ليه؟ هتعلمه غلط، هو لسه ما يعرفكش، لسه ما يعرفش الاودينس بتاعك. فالصح انك تعمل ايه؟ تبدا تديله البيرسونا بتاعتك، تمام، الانترست والبيهيفيرز بتاعت الناس، هعلمه صح، بعدين سيبه هو ينطلق، هو خلاص عرف الطريق. طيب انهي اقوى في الاستهداف؟ احنا دلوقتي بنفيد الناس، احنا تقريبا في البودكاست ده احنا يعني ايه، خلاص هو الميديا باير اللي عنده اصلا اكسبيرينس بدا يستفاد مننا. فخلينا نتكلم دلوقتي انهي اقوى دلوقتي في ان انا اعمل مرحله الفلتريشن للعملاء بتاعتي، الكونتنت ولا الاستهداف بتاع الاودينس بتاعتي التارجت؟ الكونتنت فور ايفر. يعني النهارده الانجلز بتاعت الكونتنت بتاعتك لو قويه، عايز اقول لك النهارده الكونتنت 80% هو اللي بيبيع. تمام. النهارده عندنا انواع كتيره جدا من الكونتنت، احنا بنتكلم مثلا زي الستوري تيلينج عامل نتائج تحفه، اليو جي سي، الاي جي سي، الريلز بشكل عام النهارده عامله نتائج كويسه جدا. باي ذا واي الاستاتيك لسه بيجيب سيلز كويسه، الكاروسيلز والالبومز والانفوجرافز ستيل لسه بتجيب نتائج كويسه. يعني انا دلوقتي الطالب هيجي عندي، احنا مش هنعلمه استهداف، احنا هنعلمه ماركتنج، عشان في ناس بتغلط قوي او الموضوع ده بالنسبه لهم مش فاهمينه. في فرق بين الماركتنج وفرق بين انا استهداف. هو الماركتنج مش جاست ان انت تحط الانترست بتاعتك والبيهيفيرز وخلاص على شكرا على كده. هو الماركتنج كونسبت احنا بنمشي عليه، بنشوف العميل محتاج ايه البروبلم اللي عنده، نبدا نشتغل عليها، نبدا نشوف هنوصل له الماركتنج مسج بتاعتنا ازاي، وبعدين ندخل مرحله التستنج. يعني الطالب عندنا هيجي يتعلم ماركتنج، ما بيجيش يتعلم تارجت. بالظبط. علشان كده دايما احنا اول 3 سيشن بنديهم كونتنت، ثم كونتنت كرييشن، كوبي رايتر، اتعلم تكتب وتخلق فكره، اتعلم تخلق الكرييتيف اللي هينجح الكامبين بتاعتك. اول 3 سيشن دايما عندنا كده. بعدين بنتعلم الاستراتيجي، ازاي نعمل بلان، ازاي نبدا نحط كي بي ايز، ازاي نبدا نحدد البادجت بتاعتنا علشان نبدا نشغل الكامبين. من بعد كده في الاخر اخر حاجه دايما بنبدا بيها هي الكامبينز. بالاخر الداشبورد شويه زراير، عرفت تتحرك فيها هتعرف ان انت تطلع نتائج. بس الفكره كلها انك تقدر تقرا الارقام بلس انك تبدا تخلق كرييتيف او فكره جديده تبدا تبيع بيها. بالظبط. واحنا دايما بنقول هو الماركتنج انا ممكن اعلمك سواقه، بالظبط، لكن لو مش حافظ الطريق، لو مش عارف الطريق مش هتوصل. خليني اقول لك مثل دايما انا بمشي بيه، ما تديني السمكه علمني ازاي اصطاد. انا ممكن اديك مفتاح الميديا باينج، اقول لك عارف انت هتشتغل سي كامبين اي بي او فيها 3 اد ست، بعدين ما اعرفش هتعمل ايه، احفظك استراتيجي تصمها تنزل تحطها في الامتحان وهتجيب نتائج. بس عارف هتلاقي النتائج بتاعتك خيشت مره، جابت نتائج حلوه مره، انت مش عارف تقرا، مش هتعرف تعمل سكيلينج، مش هتعرف تعمل اوبتمايز فعلا. بالظبط. فبالتالي لا، انت لازم تبقى فاهم اصلا ماركتنج، فاهم يعني ايه ماركتنج، انا المطلوب مني اعمل ايه، وفي الاخر الادوات اللي معاك هي الاد مانجر هو اللي هتدخل من عليه تعمل الكامبين. بس دي اخر مرحله خالص. بالظبط. باشمهندس فادي، احنا بجد فخورين جدا ان انت معانا في جينيو، وبآراء الطلاب يعني من احسن الانستراكتورز الموجودين معانا، وتشرفنا جدا بمعرفتك. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا يا باشمهندس، شكرا لك.